السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية بطاطس. طبعا زي ما شايفين البصلة بنقلبها في حباية زيت، مش عايزينها تحمر، عايزينها كده تدبل. هنضيف عليها الفلفل ونقلبهم تقلبتين تلاتة كده بحيث يبقوا مش مستويين جامد، يعني عشان عايزين احنا زي خضار ني في ني. نقلبها كده تقلبتين تلاتة مع بعض. طبعا ما ننساش توابلنا وملحنا نظبطهم: بابريكا، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، كمون. ادي زي ما حضراتكم شايفين وصلنا للمطلب. هنضيف مكعبات البطاطس لما تتقلب مع الخضار بتبقى طعمها رهيب رهيب رهيب. جربوها وهتدعولي. ادي وصلنا للون المطلوب. طبعا ده كله نص سوا. هنضيف التوم، واحدتين توم. التوم لازم يبقى اخر حاجة يا بنات عشان بيستوي بسرعة خالص. لايك وشير يا بنات، لايك لايك لايك. وقولوا لي عجبتكم طريقتي ولا لا. لو في اي اضافات قولوا لي ان انا اضيفها، احنا كلنا بنتعلم من بعض. هنا هنضيف صلصة الطماطم، نقلبها. طبعا لو عندك شوربة بتضيفي شوربة فراخ، شوربة لحمة، اي حاجة عندك. مش عندك ممكن شوية مية ومرقة مع تظبيط الملح والتوابل. بتقلبيهم كده. طبعا هنديها تاخدلها ان هي تغلي شوية، وبعدين ندخلها الفرن تستوي على نار هادية. لو وصلت لهنا لايك وشير وفعلي زر الجرس. هنعمل طبعا حباية رز احمر مع صينية البطاطس الجميلة دي. الكمية طبعا على حسب افراد العيلة عندك. رز احمر بيبقى جميل جدا مع صينية البطاطس. ادي الصينية في الفرن. ايه رأيكم بقى بعد ما خرجت من الفرن؟ يلا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.